Yeah. إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء اللي غادي نبقاو فيه دائما كما قلت يعني مع أخبار نادي وداد الأمة، ونبقاو مع يعني الفريق اللي غادي يرحل يعني صوب الديار السعودية إن شاء الله للمشاركة في البطولة العربية. بالنسبة للائحة المسافرة ففي حراسة المرمى يعني هناك لاعب الحارس المطيع، هناك الحارس مفتاح يعني تعاقد الوداد الجديد، حارس سابق لمولودية وجدة، والحارس يعني الشاب مريد واللي يمكن الكل يتحدث على أنه يمكن يجاور الزمامرة هاد السنة. بالنسبة للمدافعين فهناك اللاعب العملود اللي جدد العقد ديالو، اللاعب شتي يعني تعاقد جديد ديال الوداد، اللاعب فلوح لاعب يعني المنتخب وخريج أكاديمية محمد السادس واللي كان سينا، ولكن للأسف سينا بعد ما سال الميركاتو يعني شتوي وبالتالي ملعبش، فهو عاد يرافق بعثة الوداد. هناك الجزائري بن عيادة اللي يمكن عاد من الإصابة وكنتمنوا هذه المرة أنه يستمر وما نشوفوش ثاني إصابة جديدة. المقاتل زولا، اللاعب فرحان، اللاعب أبو الفتح. يعني هذا بالنسبة للدفاع، فكنظن الدفاع مكتمل يعني تقريبا كلشي باستثناء الندراني اللي كما قلنا فانتهى العقد ديالو، اللي يعني المجموعة الوداديين كيتأسفوا يعني ما شفناش هاد اللاعب، يمكن شفناه في اللقاءات القليلة يعني 3 لقاءات او شيء من القبيل، ولكن يعني ما بغينا نشوفوه اكثر باش كومسا نوقفوا على الامكانيات ديالو، ولكن كما كيقولوا فهذه هي الحقيقه كما كيقولوا هذا الواقع. بالنسبه لخط وسط الميدان فهناك جبران اللي جدد العقد ديالو، باعوش لاعب اللي ما خدش فرصه كبيره ولكن حتى فاش كان كيدخل يمكن ما قنعش مجموعه من الوداديين. هناك اللاعب دراوي يعني لاعب الوزداد السابق واللاعب اللي الكل كيعول عليه يعني هاد السنه ان شاء الله باش يكون يعني وسط ميدان، وكنظن اللي غادي ياخذ الرسميه غادي ياخذها، ولكن خصو غير يثبت فعلا انه يستحق انه يكون رسمي ويبقى، وهذا الشيء ما كنتمناوه ان شاء الله. هناك لاعب محروس لاعب اولمبيك اسيو اللي كنتمناو حتى هو بديك لاغرينتا ديالو بالحب ديالو للوداد يعني، وبعد ما انضم للعائله فكنتمناو ان شاء الله نشوفوا محروس اخر يعني من غير محروس ديال اولمبيك اسيو لانه جا للفريق الان اللي غينافس على جميع الواجهات. اللاعب مومن لاعب شاب كما كنعرفوا، اللاعب اسماعيل المترجي اللي كنتمناو ان شاء الله هاد السنه تكون سنه انطلاقه ديالو بعد ما ظل مختبئ يعني وراء الحسوني وراء الداودي وراء الجعدي، فكنتمناو يفرض نفسه ونشوفوا كلام الرئيس هل هو صحيح فعلا. هناك اللاعب حمود اللي نتمناو ان شاء الله يكون عاد بعد الاصابه. بالنسبه للهجوم هناك يعني اللاعب بوسفيان اللي تم التجديد ديالو، تجديد ليه زهير المترجي اللي كنتمناو يرجع للسابق العهد ديالو، اللاعب أونجم اللي حتى هو كنتمناو ان شاء الله يكون كأونجم اللي لعب تقريبا السنه الاولى مع الوداد واللي كان يعني فيها العطاء كبير وسيرتو ديال 2017. اللاعب الحتيمي يعني تعاقد الوداد الجديد واللي كنتمناو تكون ثاني يعني نشوفوا لاعب فعلا ينفجر بالوداد، لان كنعرفوا كاينات هاد اللاعبين سيرتو اللي ما كتعطاهمش فرصه ملي كيمشيو لشي انديه ديالهم. هناك اللاعب بنيشو اللي عاد من الاعاره، هناك اللاعب بشار يعني شاب، وهناك اللاعب الخنوس اللي تا هو ما تعطاتوش فرصه كبيره، واللاعب سامبو اللي كنتمناو ان شاء الله نشوفوه مهاجم في المستوى. دونك هذه اللائحه المستدعاة واللائحه المسافره للمشاركه في كاس الملك سلمان. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.